شركات العربيات الألمانية اللي احنا بنركب عربية من عربياتها دلوقتي بتخزن عربياتها علشان مش لاقي حد يشتريها. الموضوع ده صدمني شخصيا، خصوصا ان احنا مش بنسمع عنه كتير بره ألمانيا. هنتكلم باختصار عن الأزمة اللي حصلت لفولكس فاجن، مرسيدس واودي وبي ام دبليو اللي بيخزنوا عربياتهم لأكتر من سنة، وبدل ما كانت العربيات دي بتجمع فلوس بقت تجمع تراب. وحسب تقرير نشرته مجلة بيلد الألمانية، الأزمة دي تعتبر الأولى من نوعها في ألمانيا. في مدينة اسن في ألمانيا في أكتر من 6000 عربية جديده من ماركات زي فولكس فاجن واودي متخزنين في اماكن مفتوحه هناك، بسبب ان مفيش طلب على العربيات دي. وقيمه العربيات دي الاجماليه بتوصل ل 300 مليون يورو، وده بناء على الاسعار اللي متوسط سعر العربيه فيها بيوصل ل 50,000 يورو. المشكله مش بس في مدينه اسن، هيئه النقل الفيدراليه الالمانيه قالت ان ترخيص العربيات الجديده في المانيا انخفض بنسبه 0.4% مقارنه بسنه 2023. واللي الارقام بتقوله ده ان الطلب على العربيات الالمانيه في تراجع مستمر. طب ليه ده حصل؟ في اسباب رئيسيه كتير للموضوع ده، وضحوا الخبراء في تقارير زي اللي نشرته مجله بيل وموقع ستاتيستا. اول حاجه ان الاسعار عاليه جدا. العربيات الالمانيه زي المرسيدس والاودي بقت اسعارها غاليه جدا مقارنه بالعربيات الموجوده في السوق هناك دلوقتي. يعني مثلا زي عربيه اكس بنج جي 6 اللي الرينج بتاعها بيديك 600 كيلو وبيدوك عليها ضمان 10 سنين، سعرها 38,000 دولار بس. الفكره هنا ان الامكانيات اللي زي دي مش هتعرف تجيبها بالسعر ده في عربيه المانيه خالص. تاني حاجة مشاكل البنية التحتية في أوروبا. وبحسب تصريح موظف في إحدى الشركات لمجلة بيل، عدد محطات الشحن الكهربائي لعربيات الكهرباء في ألمانيا قليل جدا، وده خلى في خوف عند الألمان إن هم يشتروا عربية كهربائية. وتالت سبب انخفاض الطلب عالميا على العربيات الألمانية. زي ما قال فرانك شوف أستاذ إدارة السيارات في جامعة في هانوفر، السوق دايما بينكمش بشكل مستمر، والشركات اللي ما عندهاش خطط جديده بتعاني من التراجع ده. وفي 2024 تراجعت مبيعات الشركات العربيات الالمانيه زي فولكس فاجن واودي، بورش، بي ام دبليو ومرسيدس بنسبه 2.1% في اسواق الاتحاد الاوروبي وامريكا والصين، مقارنه بنفس فتره السنه اللي فاتت. رغم ارتفاع اجمالي مبيعات في الاسواق دي اللي زي امريكا والصين، زي ما اعلنت داتا فورس ومارك لاينز، استفادت شركات منافسه زي بي واي دي في الصين وتسلا في امريكا من تراجع الحصه السوقيه الالمانيه. المشكله ان الازمه دي بتاثر على الاقتصاد الالماني بشكل كبير جدا. تقرير بيلد وضح ان شركات زي فولكس فاجن اخذوا قرارات في ان هم يقفلوا مصانع عندهم ويسرحوا العمال، ومن ناحيه فولكس فاجن فدي حاجه عمرها ما حصلت من 87 سنه. Volkswagen's historic move to consider factory closures in Germany for the first time in 87-year history. حتى الموظفين اللي شغالين في التخزين مصدومين من كميه العربيات اللي متخزنه، وده اكبر دليل على ضخامه الازمه. تعالوا نروح بقى للجانب الايجابي للمستهلك. بس الحمد لله الازمه دي بتاعت الحيتان احنا مالناش دعوه، احنا الموضوع في مصلحتنا تماما. وده خلاهم يعملوا تخفيضات كبيره على العربيات عشان يخلصوا من الكميه اللي عندهم. ياه، اخيرا هجيب العربيه المرسيدس اللي نفسي فيها ب 150,000 جنيه. في الاسواق الصينيه مثلا كان وصلت التخفيضات ل 50% على بعض موديلات العربيات الالمانيه. الخبراء بيقولوا ان اكيد نفس التخفيضات دي هتحصل في السوق الاوروبي. الازمه دي اتعلمنا منها درس مهم جدا، اللي ما بيتطورش بسرعه بيلاقي نفسه في مشاكل كبيره. العالم بيتغير والتكنولوجيا بتتقدم بسرعه، والشركات اللي مش بتواجه التغيرات دي للاسف بتقع. وده كان تقرير سكاي نيوز عن التحول الضخم في سوق السيارات. في كام سنه بس الصين بقت اكبر مصدر للعربيات الكهربائيه في العالم. لو بصينا على الدول اللي كانت متصدره تصدير العربيات هنلاقي اليابان، المانيا، كوريا الجنوبيه وامريكا. بس في تحول واضح حصل بسبب انتشار العربيات الكهربائيه، وجت الصين قلبت الترابيزه عليهم بالطفره اللي عملتها في التصدير. تفتكروا بقى ليه الصين بقت رقم واحد؟ السر في التكلفه. دلوقتي تصنيع العربيات الكهربائيه في الصين ارخص بكتير، زي مثلا تصنيع فولكس فاجن لاي دي 3 مقارنه بعربيه زي بي واي دي سيل. الفرق ان سعرها ارخص ب 29%. مش بس البطاريه، كل مكونات العربيه ارخص في الصين. ليه الصين ارخص في التصنيع؟ عندهم خبره كبيره قوي وتقنيات حديثه، دعم من الحكومه قوي جدا، تكاليف انتاج اقل. والنتيجه الصين مش بتنتج بس عربيات كهربائيه، لكنها بقت القوه العظمى لتصديرها للعالم كله. ايه رايكم في اللي بيحصل؟ هل الصين هتفضل متصدره ولا ممكن نشوف منافسه اكبر قريب؟ انا محمد الصاوي، احنا هنا في اينوكس. ما تنساش تعمل لي فولو ولايك وسبسكرايب لو عايز تعرف اكتر عن عربيات الكهرباء وعن التكنولوجيا.